الفلكسبيليتي، ازاي تخلي الحاجه بتاعتك فيها مرونه شويه. مثلا في مثلا لو هنفترض انت عندك كاركتر بيتحرك او بيعمل حاجه. نفترض هو زي دراع، يعني مثلا تعالى كده نتخيل ان في عندي كاركتر مثلا بيمشي. فهو بيمشي، تعالى كده نتخيل ان ده الكاركتر اللي بيتحرك وبيعمل بوز زي المشي، اللي هي السوينج بتاعت الايد، ايد قدام وايد ورا. وفي الحركه الايد دي هتعمل سوينج، انها تروح من هنا لهنا وبعدين ترجع زي ما انت بتسوينج ايدك وانت بتتحرك. لو انت عايز تعمل حركه مرنه، ففي قاعده كده بيقول لك ان انت بتعمل حاجه اسمها الاوفر الفول ثرو او الاوفرلاب، اللي هو الايد وهي بترجع ما بترجعش ناشفه. يعني نفترض ان ده الكتف، دي اللي هنا ماشي، والايد دي بترجع لورا، فهتلاقي ان الايد هتتني شويه عند الكوع، صح؟ وانت بترجع ايدك كده هتلاقي الكوع ده من هنا بيتني. دي حاجه اسمها الاوفرلاب، ان ده بيتحرك الاول وبعده ده وبعده ده، فعشان كده بيدي لك الثانيه اللي بتحصل في الكوع دي، صح؟ يعني تمام. عمرك ما بتلاقي ان الايد وهي بترجع لورا بتفضل كلهم بينزلوا بيتحركوا زي مع بعض. ده هيدي لك عامل زي العسكري وهو بيمشي كده، ايده مفروده عماله ترجع لورا، بيبقى ناشف قوي. ديت بتدي لك مرونه شويه، صح؟ ان انت الايد بتتني فتحس ان في الايد طريه كده بتتحرك شكلها حلو. بنقابل مشكله فين؟ بنقابل مشكله في الايد وهي بترجع. يعني لو انت عندك الايد دي وهي رايحه بتتني كده، لكن لو الايد راجعه كانها في الاتجاه العكس رايحه هنا اهو، هتلاقي نفسك ايدك ما بتتنيش بالعكس، هتلاقي غصب عنك ايدك مفروده، مش هتعرف تكسرها العكس عشان هي ما بتتنيش. المفصل بتاع الكوع ده ما بيروحش العكس. اكيد اه. فهتلاقي الايد وهي رايحه متنيه، وهي راجعه مفروده. فهتدي لك فتلاقي انها برضو غلسه، ده اللي بيدي لك النشفان شويه بتاع دي. فهو بيقول لك حتى دي كان ريتشارد ويليام متكلم عنها. بريكس قال لك بون. انك ما فيش بالظبط كده، بالظبط كده، انك اكسر البون يا عم، اكسر الجوينت، ما تتكسفش. يعني عند اليد دي وهي رايحه ما فيش اي مانع انك تعملها كده وهي رايحه. يعني بص، هي رايحه كانك بتتنيها العكس، ودي تتني كأنها في البرسبكتيف العكس نفسها كده. اتغيرت. كانها كانك وانت بتحرك بتلف ايدك كده، هتدي لك فيلينج ان هي بتلف ايدك. فتلاقي شكلها بص بقى طري شويه، ان هي بتتنقل من حته لحته بمرونه. فانك تكسر المفاصل في الاتجاه العكس عشان تدي لك مرونه، دي حاجه يعني زي ما تقول صحيه في الانيميشن. يعني اعملها ما تكسفش.